مقطوعه مره ثانيه ويخرج على طول مصطفى ريش. يا ولد يا لعيب، واحده بقى واحده بقى، طياره يضرب التسلل، ضرب التسلل، يا ولد يا ولد يا ولد، عرضها بقى خطيره 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 جول. يا عيني على الكلام، يا عيني على المتعه، وشوف طياره يعني، وهدف العاشر. الاول مش كفايه مرة ثانية أحمد العبد، واحدة بوم. هنا هوب هنا هوب هنا هوب. يلعب القماشي، بل أحمد غراب، أحمد بل. عقب انتهاء مباراة نادي الشنواني ونادي فؤوس ضمن مباراة الجولة 21 لدوري القسم الثالث المجموعة الثامنة مجموعة المنوفية والشرقية، وانتهى اللقاء بفوز نادي الشنواني بنتيجة 3-0. طبعا يسعدنا وشرفنا نجم من نجوم الشرقية صولات وجولات، طبعا النجم الكبير الكابتن أسامة سمسم. حبيبي الأول بنقول لك أرض لك، ومباراة كبيرة النهارده أمام نادي كبير نادي الشنواني. حبيبي يا كابتن، الحمد لله. طبعا احنا بنشكرك على حسن الضيافة في الأول وفي الآخر. النهارده الشنواني هو يستحق المكسب، عشان برضو ما نبقاش بنقول كلام مرسل او الكلام ده كله. النهارده الشنواني هو اللي كان افضل فرقه، عندها امكانيات فنيه وماديه انها تقدر تنافس وتقدر لغايه، عشان كده المنافسه ما بينها وبين الشرقيه اتعلقت لغايه اخر ماتش. اللي هيصعد هنقول له مبروك. الفرقتين بصراحه تعبوا طول السنه، واحنا الحمد لله يعني الحمد لله فضل من ربنا ان احنا قدرنا نقعد في سنه انا بعتبرها اعجاز، والله يعني اعجاز. انت لو شفت الامور الماديه اللي موجوده عندنا، الموضوع صعب جدا جدا جدا. فرقه جينا السنه دي اول مره، اللعيبه دي يعني اغلبهم في حوالي مثلا 10 اول مره يلعبوا على ملعب كبير. جمعنا فرقه، النادي ما كانش فيه لعيبه كانوا ناويين يلغوا النشاط، لكن هي دي امكانيات النادي. الناس في النادي برضو مشكورين، دي امكانياتهم. الحمد لله يعني الحمد لله موسم صعب، الحمد لله قدرنا نقعد بشكل كويس كمان، يعني بشكل كويس. بشكر ربنا في الاول وفي الاخر الحمد لله، يعني ان احنا قعدنا في الموسم الصعب ده. حبيبي يا كابتن اسامه، دايما موفقين ان شاء الله، والقادم افضل مع نادي فؤوس في الموسم القادم. حبيبي استعدوا كويس باذن الله. حبيبي ابو الكباتن. هل الكابتن اسامه ليه في حاجات تانية يتنقل بقى من فؤوس لفريق تاني ولا مكمل مع لا ان شاء الله باذن الله باذن الله. احنا عملنا اللي علينا السنه دي، ان احنا الفرقه تبقى مستقره بس في مركز كويس، والحمد لله مهمتنا انتهت، وربنا يكرم يا رب في الفتره الجايه ان شاء الله. حابب تقول حاجه لبرنامج ميديا الانديه الشعبيه؟ بشكركم طبعا على التغطيه، ان انتوا بتلقوا الضوء على لعيبه، يعني زي ما بيقولوا كده لعيبه غلابه مفيش حد حاسس بيهم. فاحنا بنشكركم على الحاله اللي انتوا عاملينها. ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. حبيبي يا كابتن حبيبي شكرا كابتن، ربنا يعزك يا كابتن. سلام محترم. ده كان لقاءنا مع الكابتن اسامه سمسم كابتن فريق نادي فؤوس عقب انتهاء المباراه.